نهاني الله عز وجل عن القزاء. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله عليه وسلم عن القزاء. قال عبد الرحمن حديث يحيى بن سعيد ومحمد بن بشير أولى بالصلاة. Al-Fatihah binatil qiraati wa lisimtu dradil Habib Ali Muhammad bin Husain Hawshi anallaha yanfa'una barakatihi wa asrahi anwari wa ulumi wa nafa'ati bid dini wal akhirah. Nasta'in barakati habibina Allah yuballighu maqasidana wa yaqdi hajatina ala hadhihi niyyah qinatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق
يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وضوى عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب.
فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحان في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والعذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك العذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة
وعد الأمانة وحد الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستفسرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسأها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمائها وأزكى التحيات وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله، وأكبى عليه غاية العكبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجده بقربه، وتفيعوا ظلال الشرف العصر بوده وحبه. ما أثر الأكوان بنشر ذكراهم نصيب. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباكرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيدة التسوير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين، هاو وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموطئ خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعش معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنى تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يهط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفحم من صفات هذا الأبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده السميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين. يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين. يا رب دامر اليهود الناكثين للعهود وارسل عذابا دائما على طغاة الظالمين. يا ربنا يا ربنا انصر
جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفاء فرج بهم كربنا وارحم جميع المسلمين يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين وبعلي المرتضى جود يا إلهي بالرضا جود يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين ارحم صغار المؤمنين يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين على اليهود المعتدين وبفاطمة بنت الرسول جود يا إلهي بالقبول جود يا إلهي بالقبول وبالحسن ثم الحسين سلكت بيد الظالمين سلكت بيد الظالمين يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين على اليهود المعتدين بهم يا ربنا سلا ترد حقنا سلا ترد حقنا وما أضعنا من بلاد يا موجب السائلين يا موجب السائلين يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين على
وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا الصراط، والعيون متشوفة إلى بروزه ومتشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروده من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرود هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب، وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانطلق سبه الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. يا نبي سلام عليك
يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله أشرق الكون بأعجاب بوجود المصطفى أحمد الله ولي للكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله فتربوا يا حلال مساني فذروا يمني غرت الله واستهدئوا بجمال فقبل حسني تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البوش ربي سعيد مستمر ليس ينفد حيث نعطان جمع الفار المحمد صل يا ربي على حمد النبي للعبيد المشفع بالقيامة للخلائق أجمعين رب بكل لحامد جل يحصره العاد الله الله إذا بان بوجوده إذا حبانا
إبراهيم الله الله يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد الله وبجاه يا إلهي جواب بلغ كل مقصد يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدين الله نرجي منك كفاعة عند رب العالمين واهدنا نهج سبيل كي به نسعد ونرجى الله ربي بلغنا بجاهه بديوانه خير مقعد يا رسول الله اجينا بزيارة قاصدين الله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا صلاة على الله تنشا أشرف الرسل محمد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا سلام مستمر كل حين يتجدد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita ada
empat anak yang akan diresmikan namanya, yang telah dimupakati oleh kedua orang tuanya sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perbaguskanlah nama kalian. Alhamdulillah dengan nama yang bagus. Yang pertama Sayyid Ahmad Gaddafi bin Hussein Al-Habsyi, dan yang kedua yaitu Syekh Toha bin Syekh Najib Al-Junaid di Bandung ya. Kemudian yang ketiga Al-Rayyan Malik Aryanta bin Eki Apriyansa. Semoga tiga anak yang diberikan nama tadi akan menjadi anak yang saleh, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya. Dijaga olehnya Al-Quran, dijaga olehnya As-Sunnah, dan menjadi qurrata ain li Sayyidil Kaunain wa asyrafis saqalain Jaddil Hasan wal Husain ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa la tadurruhum wa waffiqhum lit ta'atika warzuqna birrahum. Bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah akan dilanjutkan akdu nikah. Yang pertama Sayyid Abdullah Hasbi bin Taufik Al-Kab dengan Syarifah Khadijah binti Ali bin Hashim Bahsin. Dan yang kedua Sayyid Ahmad Ali Gaddafi bin Yahya bin Abdurrahman Al-Kab dengan Syarifah Atiyah binti Mustafa Ba'bud. Khutbah nikah kita mintakan kepada Fadlatul Habib Abuya Al-Ustaz Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab fa'alaihi falatafadhal. Awaina mitlama nawa aslafuna as-salihin inda tazwij auladihim wa banatihim anna Allah yubarik lahuma min hadha az-zawaj wa yarzuq lahum al-arzaq hissiyah wal ma'nawiyah wa yunzil minhuma adh-dhurriyyah as-salihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Alhamdulillahil mahmud bi ni'matih, al-ma'bud bi qudratihi, al-marhub min 'adzabihi wa sajwatihi,
المطاع بسلطانه النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم لدينه وأكرمهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاحرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وعزم الأنام. وقال عز من قائل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسعرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وإنه أم الكتاب. ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى آمرا بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: يحث أمته على التجارة الرابحة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا على أنه من العز والكرامة: تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم مخبرا على أنه من الشهوات وعلي إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف دينه فليتق الله بالنصف الباقي. فإن الأمور كلها بيد الله يقضي بها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد ثبت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم 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 من كل ذنب عظيم من كل ذنب عظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. يا سيد عبد الله حسبي بن توفيق الكف أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يا سيد عبد الله حسبي بن توفيق الكف زوجتك وأنكحتك محتوبتك ابنتي شريفة خديجة bermahar 500 rupiah nakdan. قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum ibadallah wa nafsi بتقوى الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. يا سيد أحمد علي كدفي بن يحيى بن عبد الرحمن الكاب أزوجك على إمام الله به ينتظر إمار بن الكثير بإحسان. يا سيد أحمد علي كدفي بن يحيى بن عبد الرحمن الكاب دعوتك وأنكحتك محتوبتك ابنتي شريفة فاطمة عتية بعبود بن مهر 500,000 rupiah nakdan. قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم علم بينهما كما علمت بين آدم وحواء وألف بينهما كما علمت بين يوسف وزليخا وألف بينهما كما علمت بين إبراهيم وسارة. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وغيرهما واجعل بينهم مودة والرحمة وارزقهما والطيب الكثير إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابة بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم سنسل خلقا وخلقا وعلم إلى مكارم أخلاق سبقا وصوم بالمؤمنين حلما ورفقا ورؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له السهل واللفظ متابع على المعنى الجزل. إذا دعا المسكين وأجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والملا وله مع سلة أخلاق الهيبة القوية
التي ترتج منها الفرائس الأقوياء من البرية ومن نشيد تترج الطرق والمنازل وفيها بالذكر تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جمع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصها فما من خلق بالبرية المحمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود أجملت بوصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصف إذ قد على مجدها أخذت على نلمسها بإنانه وقد انبسط الكلم بتدوين ما بدلهم من وقاع مولد قريب وحكاية ما أكرم الله به على العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك الأقلام في هذا المقام وقد السلام على سيد الأنام السلام عليكم النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك ختم كما اسم تقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم الله Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Walamma nazama al-fikru min darari al-awsafil Muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam أيجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر والمحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا
وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدموات الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مأنا وسورة. اكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، في الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك صدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم يا سبحان الله يا سلام، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum busyral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli. Da'a da'il inayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazili. Wasaltum fajtama'tum wattasaltum fakana alwaslu faidatal wusuli. Nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tadha'afa bin nuzuli. Ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya nasla taha wal batuli. Sa'altullaha yukrimukum jami'an wa kullul wafidina bikul isuli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
ma'asyiral habaib, ma'asyiral asatid, ma'asyiral aba, ma'asyiral hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat sehat afiat, nikmat kesempatan, nikmat taufik hidayah, sehingga dengan nikmat tersebut Allah gerakkan hati kita, Allah permudah langkah kaki kita untuk menuju ke rumah sahibul hal, menghadiri acara haul Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui. Dari tadi pagi kita berkumpul di rumah sahibul hal membaca qasidah burda al-madi lil Imam Busiri rahimahullah. Dilanjutkan dengan berziarah ke makam sahibul hal di Gubal Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, Telaga Swida 14 Ulu. Lalu dilanjutkan lagi berkumpul di rumah sahibul hal membaca Kutubus Salaf. Dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Simtud Durar lil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan barusan saja tadi kita menyaksikan akdun nikah kedua mempelai dan tasmiyatul aulad. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi menjelang siang hari ini di rumah sahibul hal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua pengantin dijadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan surah Yasin, tahlil dan doa. Surah Yasin akan dipimpin oleh Al-Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, dan tahlil doa akan dipimpin oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman As-Segab. فعليهما فليتفضل مشكورا. الفاتحة ويقرأ ياسين والتحليل والتسبيح صلى على النبي لما اجتمعنا ها هنا بسببه. المغفور الحي القيوم الحبيب محمد بن زين بن محمد بحسين، والحبيب عبد الرحمن بن محمد بحسين، والحبيب زين بن محمد الحبشي، والحبيب وحبابة محاني بنتي عوض بسمير، والحبيب محمد بن أحمد صالح الحبشي، والسادة أحمد وعبد الله ومحمد وزين وسالم وحسن عبد الحبيب عبد الرحمن بن محمد بحسين، وسادة حبائب أحمد وعبد الله وسالم وعلي عبد الحبيب محمد بن زين بحسين، وشريفة شيفة وعيشة وبهية وفاطم عبد الحبيب عبد الرحمن بن محمد بحسين، وشرائب شيفة وعلوية وعيشة بن الحبيب محمد بن زين بحسين، وشريفة سيدة وطلحة وبنات حبيب محمد بن أحمد بن صالح الحبشي، والحبيب محمد بن عبد الله بن شهاب، والحبيب محمد بن وحبائب محمد وأحمد وعمر عبد الله ابن الحبيب عبد الرحمن بن محمد بحسين، وشرائب خديجة وعائشة ومهاني وبن الحبيب عبد الرحمن بن محمد بحسين، والحبيب حسن بن حامد السقاب، والحبيب حامد وعلي ابن الحبيب حسن بن حامد السقاب، وشرائب مريم بن الحبيب حسن بن حامد السقاب، والحبابة زهرة بنت حبيب محمد بن شهاب، والحبيب أحمد بن علوي بن أحمد بحسين، والشريفة شيفة بنت حبيب عاقل المنور، والشريفة نعمة بنت محمد بن شهاب، وصلبية بنت محمد أني، وحبيب صاحل بن أحمد بن علي بحسين، وشريفة زينب بنت مصطفى الحبشي، وسيد عثمان بن محمد بحسين، وسيد علي بن أحمد السقاب، وسيد فيصل ومحمد ابن الحبيب حامد بن حسن السقاب، والشريفة رجوان ومريم بنات حبيب حامد بن حسن السقاب. ثم إلى الروح خصوصا من اجتمعنا ها هنا بسببه المغفور الحي القيوم المغفور الحي القيوم اللهم عرب الله الولي صاحب الحال حبيب علوي بن أحمد بحسين، أن الله يغفر له ويرحمه ويسد برحمة والدينا ولكم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة على كل حد النية وكل نصالة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر أسرار الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليك قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وإذا من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم وإن كل لما جميع لدينا حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الأرض والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم لعلكم ترحمون آتهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم ولو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على العرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فألا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو قسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا هي وعلينا إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة منه القوى والله أحد والمعوذ مجتمعنا ها هنا بسببه صاحب الحال شيخنا أستاذنا العارف بالله الولي الحبيب علوي بن أحمد بحسين أن الله يغفر له ويرحمه ويسكن بدون رحمة والدينا والإبهاص وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة أثابكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكمل مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في النبيين وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى الأعظام عليها وأنت خير الوارثين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل وأوصل تقبل ثم قرأنا من القرآن العظيم ومحللنا من قول لا إله إلا الله وما استغفر سبحان الله بحمده وما قلنا يا الله يا الله وما استغفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك وفي هذا البيت المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سر رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح إخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسالتنا أبي بكر عمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأصبحت رسول الله طهر أمة المؤمنين سيدنا خارج بن عائشة الرضاء وخصوصنا فاطمة الزهراء الحمزة العباس والحسن والحسين علي زين عبد محمد باقي جعفر صادق موسى الكاظم علي رضا علي وريد محمد نجيب وسيدنا عيسى النجيب سيدنا محمد المهاجر الله أحمد بن عيسى وبيد الله سيدنا على خلق قاسم سيدنا محمد صابر المنبان سيدنا الأستاذ الأعظم وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وأصولهم وفروعهم والحبيب على عمل الفقيه
سيدنا حبيب علي غير الفقيه المقدم حبيب علي بن علي صاب الدرك إمام محمد مولى الدبيله سيدنا الفقيه المقدم محمد السقاب والشاه محمد المخضار سكران أحمد سكران حبيب علي سكران حبيب عبد الله بكر الشيخ بكر بن سالم والحبيب عقيل بن سالم والحبيب عبد الرحمن الطاشي علي بن الله بارز بن حداد وأصولهم وفروعهم كتب شيخ بكر الجيلاني شيخ أحمد البدوي شيخ أحمد الرفاعي شيخ إبراهيم الدسوقي أبي حسن السديدي وقد الشيخ محمد البوصيري صاب برده أبا الشيخ سلطان الشيخ أحمد التجاني شيخ سليمان الجزري محمد أحمد هربا والحبيب علي بن الله الإدوس وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن حسن الطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب عبد الله السقاب وأصولهم وفروعهم والحبيب محمد السقاب صافي الحبيب أحمد مولى حامد والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولى الأشي الحبيب أحمد محمد مولى سيد يوسف عبد الحسني الحبيب أحمد بن زين الحبيب عبد الرحمن الفقيه أحمد بن سبيل الحبيب حسن بن صلاح البحر الحبيب عبد الله الفقيه عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب أخونا أبي عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب بكر بن الله الطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن سين الحبشي والحبيب عبد الله الحبيب محمد الحبيب محمد الحبيب علوي بن علي محمد بن حسين الحبشي محمد بن هادي السقاب وأصولهم والحبيب أحمد محمد مخضار ولسيدنا الحبيب أحمد بن سين عبد الله الحدار ولسيدنا الحبيب عبد القادر السقاب والحبيب محمد صلى الله مخضار ولسيدنا الحبيب عبد الرحمن مصطفى المسميد والحبيب عبد الرحمن مصطفى الإدروس من تهرم وأهلا من زنبل سادة علوين والحبيب حسين بن بكر عبد الله محسن العطاس والحبيب أحمد بن عبد الله بن طلال العطاس والحبيب محمد الحداد الحبيب علوي حسين بن الحداد والحبيب أحمد الحبيب عبد القادر محمد السقاب وصولهم وفروعهم والاتصال محمد الأنفير شيخ بن محمد الفقيه محمد بن حبيب الفقيه هيا حبيب علي صافي الحبيب محمد محمد مخضار ولسيد محمد حسين الإدروس والحبيب محمد بن حبشي ولسيدنا الحبيب السقاب حبيب علي السقاب ولسيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد وصولهم وفروعهم والحبيب السقاب شيخ علي ابن القطب الإمام بكر محمد السقاب حبيب علي محمد الشيخ السقاب والحبيب صالح وسين حامد وسين هادي الحميد والحبيب عبد القادر محمد الفقيه عبد الله بن محمد بن عبود والحبيب حسن بن هارون عبد الله السقاب والحبيب أحمد محمد الحداد مسلم العطاس والحبيب علي بن مسلم العطاس والحبيب سليم جنخل الحبيب علي بن محمد الحبشي وأصولهم وفروعهم سالم بن طه والزين الحبيب أحمد بن علي بن الحداد من جاوز السادة العالوين والحبيب وسيم عثمان الإدروس الحبيب أحمد بن أحمد بن محمد سميد والزين الحبيب حسين بن حسين الباكبة والزين الحبيب حامد بن محمد السقاب وأصولهم وفروعهم والحبيب هاشم بن حسين وهالة وأصولهم وفروعهم شاطه والزين الحبيب حامد بن عبد الله الحداد وأخوان حبيب حامد وأصولهم وفروعهم والحبيب أحمد بن علي بن صالح بن شهاب بن سالم والحبيب عبد الله بن سالم الكاب شيخ بن أحمد بن شهاب عبد الله بن شهاب والحبيب عبد الرحمن محمد منور وأصولهم وفروعهم عبد الرحمن محمد الحبيب أحمد بن حسن عبشي وأصولهم وفروعهم والحبيب أحمد بن محمد الكاب والحبيب الباسل والحبيب عبد الرحمن محمد منور والسنين الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن علي بن شهاب والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والسنين الحبيب حسين بن الأندلس والسنين الحبيب علي بن الرحمن منور وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن شهاب وأصولهم وفروعهم ثم إلى الروح من اجتمعنا هنا بسببه المغفور حي القلوب صاحب الخال والشيخ والأستاذ الحبيب عبد الله الولي الحبيب علوي بن أحمد باسين أن الله يغفر له ويرحمه ويسلم رحمة والدينا وخاصة وجميع أمواتنا وعامة المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعل نور يسعى ويتلألأ بين يديه اللهم اجعل فداء له من النار وفكاكا له من النار ونجاة من النار وإتقاً وحجابا من النار وبراءة له من العذاب اللهم اغفر له وارحمه وعافنا وعافنه اللهم اغفر له وارحمه وعافنا وعافنه اللهم اغفر له وارحمه وعافنا وعافنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعافنهم واجمعنا وإياهم والمسلم في دار كرامتك مستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم اللهم يا سبحانك اللهم وبحمدك ويا سلام الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah hadirin rahimakumullah. Acara selanjutnya yaitu kalimatu tarhib yang kali ini akan disampaikan oleh cucu sahibul hal
Sayyid Sagab bin Ahmad bin Alawi Bahsin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat waktu luang dan menggerakkan hati kita untuk hadir kepada undangan daripada Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita panjatkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Saya juga di sini mengucapkan ribuan terima kasih dan rasa hormat kepada para syaiban-syaiban kita, para guru-guru mulia kita, Al-Habib Abdullah bin Abdul Muttalib As-Segaf, Al-Habib Ali Al-Bin Hamid, Al-Habib Saugi Al-Kaf, Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab, Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi. Dan Al-Fagir tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim Al-Fagir kepada para habaib dan syaiban sekalian. Dan juga kami syukran lakum atas kehadiran para syaiban sekalian, dikarenakan sebagai penyemangat kami. Beberapa hari ini panitia capek siang malam bekerja dengan kedatangan melihat para syaiban-syaiban kita yang hadir, para guru-guru mulia kita yang hadir. Agak berkurang rasa sakit di badan, rasa capek di badan dengan keberkahan para syaiban-syaiban dan guru-guru mulia kita tercinta. Saya juga mewakili daripada keluarga besar Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin dan juga mewakili segenap panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur yang telah membantu baik materi maupun tenaga untuk terlaksananya acara ini. Mudah-mudahan antum dan keluarga antum diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala dalam segala urusan antum semua, dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala sebagaimana Allah memberikan keberkahan kepada Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Dan juga kami memohon maaf mewakili panitia apabila ada penempatan ataupun jamuan yang kurang memuaskan, yang mungkin di luar daripada ekspektasi antum-antum semua. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga teringat salah satu pesan Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin yang selalu dibacakan ketika haul salah satu murid beliau, Al-Habib Ali bin Salim bin Syekh Al-Madihid. Al-Habib Alwi berpesan apabila ingin berziarah ke makam beliau, hendaklah kita berziarah dulu kepada guru ruhaniah beliau, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Inilah contoh ulama-ulama kita terdahulu. Jangankan di masa hidup beliau, di masa meninggal beliau, beliau tetap mendidik kita dengan sebaik-baiknya didikan, dengan adab dan akhlak yang baik, sebagaimana yang diajarkan kakek beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Semoga kita menjadi pecinta yang ittiba' wa ta'at,
kita menjadi seseorang pecinta yang taat dengan apa-apa yang diajarkan oleh sahibul haul dan selalu menjaga amanah yang diperintahkan oleh sahibul haul. Dan juga mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah ampunkan dengan keberkahan Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, namun kita tetap yakin bahwasanya pengampunan Allah akan lebih besar daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan daripada Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah kelak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan manaqib Sahibul Hal Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, yang kali ini akan disampaikan oleh Sayyid Alwi bin Abdullah Bahsin. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia, nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk mengenang sosok orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitupun juga mulia di sisi manusia, yaitu Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Semoga dengan perkumpulan kita di sini kita mendapatkan kemuliaan dan keberkahan sebagaimana Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin diberikan kemuliaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin dilahirkan di kota Palembang pada hari Jumat sore di bulan Muharram 1326 Hijriah atau bertepatan dengan bulan Maret 1908 Masehi. Adapun tanggalnya belum kami temukan. Nasab beliau yang mulia yaitu Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Muhammad bin Zain bin Ahmad bin Muhammad sahib Jebus bin Ahmad bin Abdurrahman bin Umar Bahsin bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Ahmad bin Husain bin Ali bin Husain bin Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali bin Alwi ibn Sayyidina Al-Ustadh Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah ibn Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa An-Nagib bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib wa Fatimah Al-Zahra Al-Batul binti Muhammadir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibundahnya adalah Syarifah Syifa binti Abdurrahman bin Ahmad Bahsin. Dari kedua orang tuanya, beliau diasuh dan mendapatkan didikan terutama masa kecilnya, karena pada saat itu merupakan masa penjajahan yang sangat sulit untuk sekolah dan belajar ilmu agama. Namun selain daripada kedua orang tuanya, beliau pun juga menimbah ilmu daripada paman-pamannya serta menimbah ilmu dari pendidikan formal di sekolah Arabian School. Semasa hidupnya Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin telah menikah sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah dengan Syarifah Salehah binti Muhammad Al-Habsyi, mendapatkan seorang putra yang diberi nama Ahmad. Dan yang kedua adalah seorang wanita dari daerah Tanjung Agung, mendapatkan seorang anak kemudian meninggal. Dan yang ketiga adalah Syarifah Zahra binti Muhammad
bin Syahab mendapatkan seorang putri dan diberi nama dengan nama Rogaiyah. Selain mendapatkan didikan langsung daripada kedua orang tuanya, tercatat pula beberapa nama guru yang menjadi guru Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Antara lain adalah pamannya sendiri, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Bahsin, yang memberikan pendidikan awal kepada beliau dalam belajar membaca Al-Quran dan menulis. Untuk pelajaran Nahwu, beliau belajar dari pamannya sebelah ibu, yaitu Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Bahsin, juga dari Allamah Syekh Hasan bin Abu Bakar Basyu'ib. Pelajaran ilmu bahasa Arab beliau dapatkan dari Al-Habib Muhammad bin Aqil bin Yahya dan Syekh Salim Arfan serta Syekh Abdullah Ba'wil dan Syekh Haji Abdul Haq. Ilmu fikih dan tasawuf beliau peroleh daripada Syekh Allamah Kiai Haji Abdullah Al-Azhari atau yang terkenal dengan Kiai Bedatuan 12 Ulu. Selain itu pun juga beliau mendalami ilmu tersebut dengan Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf dan Habib Hussein bin Abu Bakar bin Syahab, Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf. Selain daripada nama-nama guru beliau di atas, terdapat juga guru beliau antara lain adalah Al-Habib Aqil bin Ahmad Al-Munawwar, Habib Muhammad bin Muhsin Al-Hamid, Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Syahab 16 Ulu dan Syekh Haji Qasim Gunung Maraksa. Semenjak umur beliau 15 tahun, Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin telah giat membantu ibundanya serta sangat memperhatikannya. Pada suatu hari, Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin mempunyai sedikit daripada uang untuk membelikan keperluan ibundanya setelah salat Jumat. Akan tetapi ibundanya meminta uang tersebut kepada Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin dengan alasan ingin memberikan kejutan kepada ibundanya. Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin tidak memberikan uang tersebut. Tatkala beliau keluar daripada rumahnya dan di jalan beliau bertemu kepada gurunya, yaitu Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Seakan-akan Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf telah mengetahui apa yang telah terjadi antara Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin dan ibundanya. Al-Habib Ahmad langsung berkata kepada Al-Habib Alwi, "Ya Alwi, berikan uang tersebut yang telah diminta oleh ibumu." Mendengar teguran tersebut daripada gurunya, langsung saja Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin memberikan uang tersebut kepada ibundanya. Setelah beliau pulang daripada salat Jumat di Masjid Jami' Sungai Lumpur 11 Ulu, Al-Habib Alwi bertemu dengan temannya dan mengajaknya untuk pergi ke pasar untuk belanja. Sepulang dari pasar, ternyata cukup banyak barang belanjaan yang dibeli oleh Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, termasuk apa yang telah diniatkan oleh beliau untuk membelikan ibundanya. Di umur 15 tahun pun beliau sudah memulai mengajar daripada di antara cabang ilmu yang sering beliau ajarkan adalah ilmu tauhid dan ilmu fikih, seperti masalah kaifiatus salah dan wudu. Dalam pengajarannya beliau tidak hanya memberikan teori, akan tetapi langsung dipraktekkan oleh muridnya tata cara wudu dan salat yang benar. Dua hal yang sering disampaikan oleh beliau tatkala mengajar dan berdakwah, karena kedua hal ini sangat penting dalam kehidupan beribadat serta merupakan tanda bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain mengajar dan berdakwah serta menyebar luaskan ilmu pengetahuan yang beliau miliki, Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin memiliki akhlak yang sangat mulia, budi pekerti yang luhur, hati nurani yang ikhlas dan bersifat ruhama bainahum, mengasihi kaum muslimin. Bukti daripada sifat tersebut adalah besarnya perhatian beliau terhadap orang yang tidak mampu serta anak yatim. Beliau memiliki kedekatan dengan datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatim kahatain." Aku dan orang yang mengasuh anak yatim bagaikan dua jari ini. Serta takutnya beliau dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang orang-orang yang berdusta daripada dengan agama dan melantarkan daripada anak yatim. Bukti nyata, berdirilah panti asuhan Darul Aitam yang dipersiapkan untuk anak yatim piatu. Gagasan ini bermula daripada kegiatan yang dilakukan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Idrus ketika beliau tinggal di 13 Ulu.
Selain mengajar ilmu tauhid, beliau pun juga membantu janda-janda dan anak yatim tatkala Al-Habib Abdurrahman bin Idrus pindah ke Pebem. Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin mengambil tugas-tugas tersebut dan berinisiatif membangun panti asuhan dengan kerjasama yang baik. Dapatlah tanah wakaf dari Haji Syukur bin Ahmad Bustam serta dana dari swadaya masyarakat dan para habaib yang ada di kota Palembang. Sejak berdiri Darul Aitam sering dikunjungi oleh para ulama dari tanah air maupun dari luar negeri. Antara lain adalah Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Makkah serta dikunjungi juga oleh para pejabat pemerintahan. Sebelum Darul Aitam, beliau juga mendirikan Madrasah Al-Munawwariyah yang diasuh oleh almarhum Al-Ustadz Husain bin Agil Al-Munawwar. Begitupun juga dengan Madrasah Al-Kausar yang saat ini diasuh oleh cucu beliau Al-Habib Ali bin Ahmad Bahsin. Hingga saat ini masih ada satu lagi cita-cita Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin yang belum terwujud, yaitu mendirikan panti asuhan untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Beliau telah menyiapkan nama Darul Mu'allaf dan mudah-mudahan semoga cita-cita tersebut menjadi kenyataan bagi penerus yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Rumah Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin tidak pernah sepi dari semenjak pagi hingga malam, baik yang datang untuk belajar ataupun meminta barokah. Di selah-selah kesibukan dakwah dan mengajarnya beliau masih meluangkan waktu untuk menggoreskan pena dalam menyusun beberapa buku risalah yang bermanfaat bagi orang yang mempelajarinya. Antara lain adalah Al-Aqidah Al-Bahsiniyah, Al-Muthallathatu fil Lughat Al-Arabiyyah, Tatirul Qulub min Al-Aqdari fil Ad'iyah, Al-Minhajus Sawi min Al-Mashraf Ar-Rawi, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang dikarang oleh beliau. Pada tahun 1390 Hijriah atau 1975 Masehi, Al-Habib Alwi mempelopori kegiatan kuliah subuh di masjid dan musalla yang berada di 12, 13, dan 14 Ulu. Majlis tersebut dimulai pada pukul 6 hingga 6.30 setiap paginya dan di setiap harinya. Khusus di hari Jumat, majlis tersebut berada di kediaman beliau hingga sekarang masih ada. Dan pada hari Jumat pukul 8 majlis untuk ibu-ibu, akan tetapi sekarang sudah tidak lagi aktif. Kemuliaan yang didapatkan oleh Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin tidak terlepas daripada ilmu dan amal dan akhlak yang dimiliki oleh beliau serta kedekatan beliau dengan para ulama dan wali Allah. Selain berhubungan langsung, beliau juga seringkali melakukan hubungan batiniyah kepada para wali Allah, dan juga titip salam kepada para habaib yang bisa ditemui di Pulau Jawa melalui orang-orang yang pamit kepadanya untuk berangkat ke Jawa dan meminta doa untuknya juga. Beliau juga sering meminta doa kepada orang-orang yang mengunjunginya, terlebih lagi orang tersebut dianggap lebih tua daripada beliau. Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin cukup dikenal di kalangan ulama dan habaib yang berada di luar Palembang. Di antaranya adalah Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas atau Habib Bungur. Bahkan beliau selalu meminta didoakan oleh Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin apabila ada orang Palembang yang berkunjung kepadanya. Dan Al-Habib Ali Al-Attas berwasiat apabila beliau meninggal, ia meminta Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin dari Palembang yang akan memandikannya. Pada tanggal 16 Safar 1396 Hijriah atau 17 Februari 1976 Masehi, Al-Habib Ali Al-Attas berpulang ke rahmatullah. Mendengar berita duka ini, Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin yang didampingi oleh Sayyid Husain bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar langsung segera berangkat ke Jakarta. Al-Habib Alwi tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk meminta doa, ijazah, ilbas dari para ulama, baik Palembang ataupun luar Palembang. Ijazah dan ilbas didapatkan oleh Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin dari guru beliau Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf.
Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, Habib Hussein bin Abu Bakar bin Syahab, Habib Ali bin Hussein Al-Attas, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, dan Habib Salim bin Jindan Jakarta, dan masih banyak lagi daripada ulama dan habaib yang di luar Palembang ataupun di dalam Palembang. Pada bulan Dzulhijjah tahun 1398 Hijriah atau bertepatan dengan November 1978 Masehi, Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin mendapatkan panggilan daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan ibadah haji. Beliau pergi haji bersama para jamaah dari kota Palembang. Setibanya beliau di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, beliau disambut oleh para pemuda yang belajar dan bekerja di Arab Saudi. Antara lain adalah Al-Ustadz Muhammad bin Ali bin Salim Al-Kaf. Dengan ikhlas mereka mengantarkan dan mendampingi Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin kemana saja beliau inginkan hingga saat menunaikan ibadah haji. Setelah melaksanakan ibadah haji, kerinduan dan kecintaan Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin kepada datuknya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak terbendung lagi. Keinginan beliau segera pergi ke Madinatul Munawwarah memaksa Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin untuk menyewa mobil di malam hari, dan pada malam itu pun juga mereka berangkat dan di waktu azan subuh tiba di Masjid Quba di kota Madinah. Sopir yang membawa rombongan Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin merasa heran begitu cepat mereka tiba di kota Madinah. Hal tersebut belum pernah ia alami selama hidupnya. Ini merupakan salah satu daripada karamah Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin yang nampak. Itu pun juga masih banyak lagi karamah Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin yang dialami oleh orang-orang yang menyaksikannya. Setibanya beliau di Madinatul Munawwarah, Al-Habib Alwi membuka gigi palsunya seraya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai kedustaan, dan selama beliau berada di kota Madinah, beliau tidak tinggal di lantai atas hotel, akan tetapi beliau minta kamar yang paling bawah. Ketika ditanya mengapa beliau menginginkan demikian, beliau menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya sangat sederhana, tinggal di bawah. Oleh karena itu beliau merasa takut tidak mengamalkan akhlak yang diajarkan oleh datuknya sendiri. Semakin kuat keimanan dan ketakwaan, tak luput daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesehariannya seringkali di rumah Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin tidak ada beras untuk dimakan. Namun kesabaran dan keceriaan selalu ditampakkan di paras muka Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Pernah suatu ketika beliau kedatangan murid dan teman akrabnya. Mereka berkumpul di rumah Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin dari pagi hingga petang. Setelah salat zuhur, terlintas di hati salah seorang tamunya, biasanya Al-Habib Alwi mengajak makan, namun hingga saat ini makanan tersebut pun belum juga keluar, sedangkan Habib Alwi masih bercanda tawa. Hingga jam 2 baru keluar makanan berupa singkong. Beliau mengatakan, inilah makanan yang dapat dimakan hari ini, sebab sudah 3 hari di rumah tidak punya beras untuk dimakan. Hal ini menunjukkan betapa qanaahnya Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Semasa hidupnya Al-Habib Alwi tidak pernah sedikit pun terlepas daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tariqah Al-Ba'alawi. Beliau tidak pernah mungkin mengkhianati daripada ajaran para salafnya, juga terhadap Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Inilah yang menjadi bukti daripada wasiatnya beliau. Mudah-mudahan kita semua tidak terkecoh dari propaganda akidah yang sesat untuk menerapkan atau aliran terhadap diri kita, aliran yang sesat terhadap diri kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Pada hari Senin 4 Rabiul Awal 1403 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 20 Desember 1982, Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin berwasiat
Wasiat ini disaksikan oleh Sayyid Husain bin Muhsin Ba'bud, Ustadz Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, Haji Abdul Hanan bin Arif, Haji Abdul Karim bin Abdul Rahim, Ustadz Mustafa bin Salim Mas'id. Wasiat beliau sebagai berikut: Alhamdulillahi wahda, Alhamdulillahi wahda, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masa ini berwasiat karena Allah Subhanahu wa taala oleh Sayyid Alwi bin Ahmad bin Muhammad bin Zain bin Ahmad bin Muhammad Bahsin, tinggal di kampung 13 Ulu Lorong Jaya, Palembang. Di dalam sempurna akal dan bicaranya, sesungguhnya ia mengucap 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna al-mauta haq wa nuzul al-qabr haq wa su'al al-malakaini fihi haq wal jawaba haq wa anna al-ba'tha haq wa anna al-hisaba haq wa anna as-sirata wal mizana haq wa anna al-jannata wan nara haq wa anna al-hawda wash shafa'ah haq wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha haq wa anna liqa Allah ta'ala li ahli haqqi haq wa anna Allah yab'atsu man fil qubur wa annahu yamutu ala al-islam wa awsa ahlahu wa aqaribahu bima awsa bihi sayyiduna Ibrahim nabiyuhu wa sayyiduna Ya'qub. Maka saya berwasiat, sesungguhnya apabila datang atasku kematian, maka aku minta supaya dihadapkan ke arah kiblat ketika aku nazak sakaratul maut hingga keluar rohku. Maka bukakanlah kain kafan yang aku pakai, diganti selubung tipis dan lembut menyelubungi semua badanku, dan sekalian badanku dioles dengan minyak dan ditaruh benda sesuatu di atas perutku apa saja yang patut. Maka dimandikan dan dikafankan dengan kafan yang seluas 3 lapis kain putih. Diperbuat demikian itu sebagaimana hukum Allah dan Rasulnya daripada yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah, dan disembayangkan atasku dan ditanamkan di perkuburan muslimin, dan dibacakan tahlil selama 3 hari pada tiap-tiap langgar yang berada di 12, 13, 14, 7 ulu kenderuan, 5 ulu seberang ilir dan sebagainya. Semua hartaku, begitu juga hutang-hutangku pada Allah Subhanahu wa taala juga pada manusia diselesaikan sebelum membagi warisan. Jangan sampai menjadi sangkutan pada diriku, juga wasiatku pada kalian yang wajib pada kamu hendaknya berpegang yang benar, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, untuk memandikan kepada Abdullah bin Uthman al-Madihij kuburan diberi mesan dari batu alam tanpa bedapuran ataupun dengan alat-alat selainnya. Demikian wasiat ini dibuat untuk mengurusnya kepada semua ini, yaitu Al-Habib Sayyid Ahmad bin Alwi Bahsin, tinggal di kampung 13 Ulu Palembang. Demikian wasiat ini dibacakan di muka 2 saksi yang bertanda tangan di bawah ini. Setiap permulaan pasti ada akhirnya. Kesetiaan para pecinta Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin semasa hidupnya pun harus berakhir. Pada fajar Selasa, tepatnya jam 3 dini hari, tanggal 1 Jumadil Awal 1405 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1985 Masehi, Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin berpulang ke rahmatullah. Di kediamannya, mendengar berita duka tersebut, kaum muslimin Palembang merasa sedih dengan kewafatannya. Seorang tokoh ulama yang patut diteladani dan diamalkan segala nasihat-nasihatnya. Dengan kepergian beliau, jangankan manusia, alam dan semua makhluk pun bersedih ditinggalkan oleh orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenazah beliau dimandikan dan dikafani oleh murid-muridnya serta disalatkan di rumah. Selaku imam adalah putranya sendiri, yaitu Ustadz Ahmad bin Alwi Bahsin. Sebelum dimakamkan, jenazah beliau pun juga disalatkan di Musallah Al-Munawwar. Selaku imam adalah Al-Ustadz Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar.
Demikianlah sekelumit biografi seorang ulama yang saleh yang telah kita semua ketahui, yaitu Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Dalam penyusunan manaqib ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi materi maupun teknis penyusunannya. Oleh karena itu, saran dan masukan akan sangat membantu kesempurnaan manaqib ini. Apabila ada masukan ataupun materi baik bersifat kisah, foto-foto, manuskrip dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, kiranya dapat menghubungi cucu beliau atau mendatangi majlis-majlis beliau atau musalla Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin yang beralamatkan di Jalan Kiai Haji Azhari, Lorong Jaya 13 Ulu, Palembang. Semoga dengan mendengarkan daripada manaqib Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin dapat menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran kathiran kepada Sayyid Alwi bin Abdullah Bahsin yang telah membacakan manaqib Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Acara selanjutnya yaitu Hikmatul Haul atau Mau'izatul Hasanah yang kali ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Habib Alwi bin Isa Asgaf. Fa'alaihi falyatafaddal mashkurah. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alal mu'minina bi ajalin ni'am id ba'atha 'alaihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam ta'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kullama dzakaraka zakirun wa kullama ghafala an dzikrikal ghafilun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi adadi man lam yusalli alaik wa bi adadi man shalla alaik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana washrah lana sudurana waghfir lana dhunubana wa farrij 'alaina kurubana innaka anta ghaffaruz dzunub wa sattarul uyub ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin, kita bersyukur kepada Allah yang pada hari ini kita berkumpul untuk mendapatkan cahaya Allah, untuk mendengarkan nasihat-nasihat, untuk mendekatkan kita kepada Allah, untuk mentaubatkan kita kepada Allah, untuk menyadarkan kita tentang kehidupan di dunia yang fana ini. Tadi sudah kita mendengar nasihat yang luar biasa, manaqib sahibul khaul Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, yang mana beliau hidup di muka bumi ini, yang hidupnya yang sangat luar biasa, yang isinya hanya dakwah ilallah, belajar ilmu, mengajak orang kebaikan. Itulah tanda-tanda wong yang di dalam hatinya nur. Perkumpulan kita di tempat ini selain mendengarkan nasihat, mencari setetes nur yang diberikan oleh Allah. Annal qalba idza dakhala annan nura idza dakhala al qalba in fasaha wan syarah. Hati kalau sudah diliputi oleh nur itu, cahaya itu, maka hatinya akan senang. Duduk di tempat ini sambil menghadirkan, bawa hati kita ke tempat ini, hadirkan, dengarkan nasihat-nasihat, ma'husnidzon kepada yang lain, berprasangka baik kepada yang lain. Itu baru hadir yang sejati. Dengarkan nasihat,
dengarkan apa yang disampaikan, amalkan di dalam kehidupan kita. Niscaya kita akan sukses di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin, tadi adalah contoh bagaimana cara hidup di dunia ini. Kalau kita lihat dari manaqib tadi, ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, as-sidqu lillah, tulus-tulus cinta kepada Allah. As-sidqu lillah, kata Habib Abdul Haddad, madus sidqu wa ahlu sidqi ya sa'du qad madau, fala tatlubanna sidqa min ahli zaman, wa laysa lahum sidqun wa la ya'rifunahu qadir takabu fil jadil maini wal mihan, ila an qala wa lam yabqa khairun fil zamani wa ahlihi wa qad hajarul qur'ana wal ilma was sunan. Kejujuran sudah hampir hilang. Yang jujur jarang ada di zaman sekarang ini. Kemana orang yang tidak ada jujur itu? Sebabnya ada 3. Walam yabqa khairun fi zamani wa ahlihi. Kalau sudah tidak ada kejujuran, maka kebaikan itu dicabut oleh Allah. Apa sebabnya? Yang pertama, hajarul Quran, meninggalkan Al-Quran. Memang di akhir zaman Al-Quran itu ditinggalkan. Makanya jadikan hizib kita, walaupun 1 lembar, walaupun 1 mukra, walaupun 1 hizib, apalagi 1 juz. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu pemberi syafaat kita kelak di hari kiamat. Apa yang kedua? Waqad hajarul ilma, tidak mau belajar. Kita melihat Habib Ali Al-Bahsin tadi, beliau berguru. Kamu mau sampai kepada Allah harus berguru, duduk di hadapan guru belajar. Imam Malik bin Anas, siapa yang tidak kenal namanya Imam Malik bin Anas? Sampai ada istilah di zaman itu, la yubti wal Malik bil Madinah, tidak boleh mengeluarkan fatwa ilmu kalau ada Imam Malik di Madinah. Imam Daril Hijrah, beliau mengajar, banyak ulama-ulama yang mendengar, termasuk Imam Syafi'i. Kenapa? Karena mereka menjadi bangga kalau mendengar langsung dari Imam Malik. Karena Imam Malik itu punya sanad silsilatul zahab, Malik An-Nafi' An Ibni Umar. Akhirnya raja yang ada di Irak, namanya seorang raja tadi, ngirim surat sama Imam Malik, yang isi suratnya diantaranya menyuruh Imam Malik datang ke Irak mengajar ilmu hadis di Irak tadi. Dijawab Al-Imam Malik, di antara jawabannya, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Kalau mau belajar ilmu kau datang ke sini. Karena di zaman itu menjadi kebanggaan kalau mereka mengatakan haddatsana Malik. Kalau mereka mengatakan haddatsana Malik, oh hebat ini. Kayak zaman sekarang ini yang jadi viral apa dia? Selfie. Kalau sudah ada datang ulama-ulama besar, mulai maga, serembet. Sudah dekat ngelok kantong, kira tadi ngelok tasbih, metukan HP, seret. Alhamdulillah bersama Habib Fulan, dimasukkan di status. Ini yang jadi kebanggaan di zaman sekarang ini. Ya apa-apa, kebanggaan bagus, daripada tidak berputu, tidak dekat sama orang baik. Tapi di zaman itu yang jadi kebanggaannya apa dia? Mereka bisa mengatakan haddatsana Malik, berguru dengan Imam Malik. Kami mendengar langsung ilmu dari Imam Malik. Tadi kita dengar Habib Ali Al-Bahsin. Habib Ali Al-Bahsin beliau berguru, banyak gurunya. Berguru dengan Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab, berguru dengan Kiai Pedatuan. Itu ulama-ulama semua. Berapa tahun yang lalu kami mendengar baca manaqib Kiai Pedatuan. Beliau itu sekolahnya di Mekah. Sekolah di Mekah itu ketemu dengan pengarangnya kitab I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Asy-Syafa. Itu ulama besar. Mereka itu berguru dengan Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan. Nyambung sanad beliau sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita mau dekat sama Allah, mau dipandang oleh Allah, ilmu. Itu nomor satunya ilmu. Kata ulama, idza aqbala abdun bi qalbihi ilallah aqbalallahu bi qulubil mu'minina wa yarzuqhum mahabbatahum wa rahmatahum. Apabila seorang hamba dengan ilmunya dia menghadap Allah, tulus cinta kepada Allah, maka Allah akan tarik hati-hati manusia, akan
mencintai beliau tersebut. Sebab apa dia? Sebab karena ketulusan dan kesidikan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, dari manaqib yang sudah kita dengar, ikhlas. Ini kunci segalanya, ikhlas. Al amal li ajlillah. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu beramal untuk Allah. Sering kita dengar dari guru-guru kita mengatakan al-ikhlasu makana lillahi yanmu wa yastamir. Majelis taklim kalau diasuh dengan ikhlas tidak bakalan ditutup-tutup sampai hari kiamat. Sampai saat ini majelis tiap hari Habib Alwi Bahsin masih ada, digantikan oleh murid-muridnya, dilanjutkan oleh murid-muridnya. Sampai kapan majelis ini? Tidak ada yang bisa ngentikannya. Nak nutupnya bela tidak bisa. Kenapa? Karena landasan hatinya ikhlas. Maka kekuatan ikhlas itu tidak bisa ditandingi. Imam Ghazali menyebutkan dalam babul ikhlas di Ihya Ulumuddin. Beliau waktu ditanya apa itu ikhlas, beliau mengatakan al-ikhlasu sirrun min asrarillah. Auda Allah bi qulubi man ahabbahullah. Ikhlas itu rahasia Allah. Kalau sudah rahasia Allah, yang bisa ikhlas tandanya orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kita tidak bisa ikhlas, maka kita tidak dicintai oleh Allah. Gimana mau ikhlas? Al-amal li ajlillah. Yastawi bihi bainal madah wa zam. Dipuji tidak besar kepala, dicaci tidak kecil hati. Itu namanya orang yang ikhlas. Kalau kamu ikhlas mempunyai kekuatan dari Allah. Disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali bercerita, zaman Bani Israel dulu ada ahli ibadah, ya'budullah sanawat kathirah, sanawat tawilah. Dia beribadah kepada Allah tahunan. Suatu saat dia mendengar di kampung sebelahnya ada orang penyembah batang kayu, pohon. Dengan niat ikhlas dan kekuatannya dia keluar, bawa kapak, bawa pedang, bawa gergaji, bawa tali. Dia keluar. Sampai di tengah jalan, setan dirubah wujud oleh Allah menjadi wujudnya manusia. Bapak tua di tengah jalan ketemu sama setan. Mau kemana? Mau amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa amar ma'ruf nahi mungkar? Di situ ada batang kayu, ada pohon, disembah oleh orang. Saya mau potong, karena itu adalah syirik. Kalau ada kesyirikan saya harus potong, katanya. Jangan, buat apa kau potong? Biarin aja, kamu biarlah khusyuk ibadah, biarlah pohon kayu, biar semuanya. Tidak bisa, katanya. Saya harus potong ini. Begini aja, kita gulat. Kalau kamu bisa membantingkan saya, gulat saya kalah, silahkan kau potong. Kalau kau yang kalah, balik ke rumah. Oke, kata dia. Bapak tua tu kelitik ibe lagi anginan. Tak usah lah ini kelitik ibe. Kalau ada orang tua ngajak gulat, jangan gitu kelitik ibe dari gelabuknya empat lah itu. Ya orang tua mana kuat kakinya. Kalau ini mudah, cekelnya dibanting nih. Sekali lagi kata bapak itu, bantingnya sekali lagi. 3 kali berturut-turut dibantingkan. Setelah dibantingkan, gini aja kita damai gitu. Daripada kau capek-capek banyak semut di situ katanya. Mal kau balik ke rumah. Tiap hari pagi-pagi kau buka sejadah, ada duit. Daripada kau capek-capek nembang pohon kayu tak dapat duit, lemak lah ini dapat duit. Ah ini bagus kata dia ide nih. Tak jadi dia balik ke rumah. Pagi-pagi selepas dia ibadah, buka karpet dia, tikar dia. Dilihat ada duit, alhamdulillah kata dia. Besok pagi gitu juga, pagi-pagi bangun habis ibadah, buka tikar dia, ada duit lagi, alhamdulillah kata dia. Hari ketiga buka, ada duit lagi. Hari keempat, tidak ada duit. Ngamuk lagi ini orang, marah lagi. Marah keluar lagi dari rumahnya, bawa alat-alat pemotong, bawa gergaji, bawa kapak, bawa tali untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dijalankan. Iya. Sampai di tempat yang kemarin ketemu bapak tua kemarin. Bapak ketua kemarin, mau kemana?
mau amar ma'ruf nahi mungkar, motong kayu gitu. Buat apa kau capek-capek, pulang ke rumah saja gitu. Enggak, ini amar ma'ruf nahi mungkar. Ayo gulat saya, lawan saya. Kemarin sudah kalah katanya, ini beda. Begitu dipegang, dibanting sama kakek tadi. Kok kuat ini kakek? Yang kedua, dibanting sampai 3 kali. Kok kamu jadi kuat? Apa yang kau pakai? Obat apa yang kau pakai? Tidak pakai obat, kata dia. Terus kenapa kau jadi kuat? Kemarin kamu tuh ikhlas. Kamu marah itu karena ikhlas. Kalau kamu ikhlas, hatta setan pun tidak bisa menghalangi kamu. Jangankan manusia, setan pun tidak bisa. Kuncinya di mana? Ikhlas. Makanya landasi dalam perbuatan kita ikhlas. Tidak ada manusia di alam semesta ini yang bisa menghalangi dakwanya orang yang ikhlas. Tidak ada. Terus yang kedua, kenapa saya jadi lemah? Kamu marah sekarang, yang kedua ini beda. Marah itu bukan karena pohon kayu, tapi di bawah tikar tidak ada duit. Jadi kekuatan kamu dicabut oleh Allah. Nah ini yang kita lihat bagaimana dakwah beliau. Dulu beliau itu, waktu itu kami menghadapi, masih kecil tapi mungkin yang tua-tua yang umur 60 nih banyak yang nemui Habib Alwi Bahsin, karena beliau wafatnya tahun 80-an. Yang tahun lahirnya tahun 60-an mungkin sudah tua. Dia bisa belajar, dengar ilmu. Kalau anak masih kecil waktu itu. Itu beliau kemana-mana bawa payung. Payung inilah yang dia jadi alat dia. Kalau kehujanan jadi payung. Kalau tidak hujan jadi tongkat. Sampai ke pelosok-pelosok tempat di Palembang ini dimasuki beliau. Anak sering cerita tentang pengalaman dakwah kami. Dulu kami berdakwah masuk ke kampung, sampailah masuk ke Selapan sana, Tulung Selapan. Sering anak ceritakan itu. Masuk ke Tulung Selapan. Mau masuk tuh jalan tuh beli nasi padangnya tuh di Pelaju. Kalau beli nasi padangnya di Selapan itu tidak lemak katanya. Jadi beli di Pelaju dulu. Beli air mineral di Pelaju, mau dakwah tadi. Masuk ke Tulung Selapan. Tempat dukun-dukun kantep di sana, paham lah kalau gitu kan. Kalau di Jawa Banyuwangi dukunnya. Kalau di Palembang ni Selapan. Gajo kayu kalau di sana. Banyak wong ke Selapan banyak, tapi ngubek kayu. Bukannya lagi yang dakwah. Ini Habib Alwi ini masuk ke sana. Pas masih masuk ke dalam tempat itu tinggal rumput semua. Naik tangga ke atas, ada bapak tua di situ, kakek-kakek. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dijengoknya, Habib kau ni? Yo jangan. Dijengok ada foto Habib Alwi Bahsin di dalam. Pancing beja nawong ini. Ini foto bapak siapa ni? Ini foto Habib Alwi Bahsin, mualim nang. Kenal sampean Pak? Kenal, sering ke rumah katanya. Sering ke rumah, ngapain dia ke rumah ini jualan? Tidak, berdakwah. Berdakwah ilallah. Diundang? Tidak ada duit kami nak ngundang dia. Masuk ke pedalaman. Masuk ke pedalam itu tidak boleh apa-apa. Kadang ngentol ketek, kadang naik perahu. Kira-kira kayak gitu dalam riwayat hidup beliau. Belum lagi ke Bangko, di Mentok sana, tempat-tempat dimasuki beliau berdakwah. Ngajar ngaji, ngajari wong sholat. Tidak ceramah yang hebat-hebat mungkin tidak zaman itu. Ngajari wong sholat subuh berjamaah, ngajari wong wirdul latif habis subuh. Habis wirdul latif itu nunjukin nasihat. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa, jangan mabok-mabokan. Di Selapan itu buka masjidnya cuma hari Jumat. Buka masjidnya cuma hari Jumat. Hari Rebu libur. Tempat wong berjudi dan mabok, masjid. Dengar dari wong kampung. Sebabnya kami nak sholat. Di mana masjid? Tengok tutup kumputan. Oh Jumat baru buka Pak ini. Ngapa kotor macam ini masjidnya? Biasalah semalam wong main gaple kata ke duit. Judi juga masjid. Nah itu perlu kita dakwahi tempat-tempat kayak gitu. Ngajak orang kepada Allah. Dakwah yang kayak gini paling cepat nyampaikan kita kepada Allah. Dakwah ilallah paling cepat. Kalau kita pengen jadi wali Allah, menjadi pusat pandangan Allah, dakwah bil ikhlas. Ngajari manusia. Banyak majelis asatid masuk ke kampung-kampung. Banyak asatid Palembang ini. Bukan Habib Alwi Bahsin baik. Ustadz-ustadz yang lain banyak.
Pergi dak balik setengah bulan. Bukan nyari apa, bukan bisnis, berdakwah. Ngajari manusia solat, ngajari manusia wuduk. Di kampung-kampung dalam tu yang berwuduk pun tidak bisa. Jangankan nak kita ajari fikih, nak tafsir, nak ini, tidak bisa. Inilah tempat dan kesempatan kita. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, hadirnya kita mendengarkan nasihat tadi managib yang luar biasa, yang mana beliau orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah wa kullan nakussu alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Cerita-cerita itu bikin hati kita menjadi kuat, karena hati kita ini tempat wadahnya cahaya Allah. Kalau sudah cahaya Allah mantap di hati kita, maka kita akan selamat. Cahaya inilah yang bakal kita hadap sama Allah. Nurul iman, cahaya iman kepada Allah. Dalam ayat Al-Quran Allah bercerita, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa an yukaffiru ankum sayiatikum wa yaghfir lakum junubakum yauma la yuhdillahu an-nabi nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah. Sifat yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang bertaubat. Maka saat ini hadirkanlah hati kita, marilah kita katakan dalam hati, tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah. Kami bertaubat dari segala apa yang kami lakukan. Kami tempatnya salah, kami pernah melakukan kesalahan. Mata kami bermaksiat, mulut kami bermaksiat. Taubat kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nuruhum baina aydihim, cahaya mereka akan berpancar dari kanan dan kiri. Wa bi aymanihim, cahaya inilah untuk kita gunakan untuk menghadap Allah. Cahaya iman untuk kita hadap kepada Allah. Dalam hadis disebutkan wa rufiya fil khabar annahu yu'ta yaumal qiyamati rajulun nuruhum mislal jabal. Nanti di hari kiamat orang itu diberikan oleh Allah cahaya seperti gunung besar. Sampai di akhirnya orang diberikan oleh Allah seujung kuku. Jadi kita berjalan di Siratul Mustaqim pakai cahaya kumpul kita di sini. Di sini dapat tetes. Salat zuhur nanti dapat tetes lagi. Salat maghrib dapat tetes. Asar dapat setetes, Isya dapat setetes. Kita kumpulkan dari sedikit-sedikit ini. Lama-lama jadi banyak cahaya kita. Cahaya inilah yang bakal kita itu. Nurul iman. Fakun minal imani fi mazidi wa fi safail qalbi dza tajdidi bi kasratis shalah wa taati wa tarki ma li nafsi min syahwati wa syahwatun nafsi ma'ad dzunubi mujibatani ghuswatal qulubi wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Fakun minal imani fi mazidi, hendaklah kamu tambah iman kamu. Wa fi safail qalbi dza tajdidi, hati kamu harus perbugar, direnovasi, diperbaharui terus. Hadir ke majelis bawa hatinya, jangan hatinya di rumah, bawa ke sini hati, hadirkan di tempat ini, tempat turunnya rahmat Allah. Bi kasratis salat, banyak salat, wa taat, dan banyak melakukan kebaikan, baca yasin, mendengarkan nasihat, wa tarki ma li nafsi min syahwat, meninggalkan syahwat nafsu. Wa inna ab'ada qulubin nasi, paling dibenci oleh Allah manusia, qalbun qasi, hatinya yang keras, yang tidak mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampailah mereka berjalan di Siratul Mustaqim. Ada yang cahayanya banyak ngebut, yang kesian yang cahayanya ujung kaki. Idza adha'a, kalau kakinya bercahaya berjalan, kalau kakinya mati tidak bercahaya mantap. Sampai setapak demi setapak, sampai ujung-ujungnya diselamatkan oleh Allah. Cuman punya haya sedikit, cuman punya cahaya yang sangat sedikit. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadirkan hati kita, dengarkan nasihat, tulus, ikhlas kepada Allah, niscaya kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina
qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, taubat kita diterima oleh Allah, dijadikan hamba yang baik, tidak ditutup hayat kita kecuali dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukran kathiran kepada guru kita Al-Ustaz Alwi bin Isa Asgab atas mau'izatul hasanah. Acara selanjutnya yaitu Talqinud Dzikir, yang kali ini kita mintakan kepada guru kita Sayyidil Walid Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. الفاتحة بنية الشفاء والصحة واللطف والعافية لأخينا الأستاذ الحبيب عمر رفيق بن علي بن عبد الله بن حامد، ولمن أوصانا بشفاء اشفهم شفاء عاجلا شفاء لا يقدر بعد زكما ولا علما على هدينا وكن صالحا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله ولا إله إلا الله وصلى الله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل منفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرغنا من بعده تبرغا معصوما ولا تجعلنا ومن معنا وحوالينا شقيا مطرودا ومحروما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.